عليكم ومرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفاتي انتصار بيوتي للوصفات الطبيعية المجربة. غادي نقدم لكم اليوم وصفة لتوحيد لون الجسم رائعة البنات، غادي تجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. المكونات كما كتشوفوا عندنا الصابون البلدي، عندنا الحناء للجسم، يعني كاين الحناء للشعر وكاين الحناء للجسم، عندنا العرعر يعني مطحون، وعندنا الشيح مطحون، وعندنا دم الغزال او العكر الفاسي. بالنسبه للعرعر والشيح انا ديجا سجلتهم لكم غير مطحونين باش تشوفوهم، غنخليكم تشوفوا الفيديو ديال بانهم تشوفوهم كيفاش دايرين مطحونين وابخي نرجعوا. بالنسبه للاعشاب اللي استعملت في الوصفه يعني قبل ما الطحن ديالهم، هو هذا العرعار، يعني كيجي على هذا الشكل، كنتمنى انه يكون باين لكم. من بعد ما كنكون نقيت وحيدت منه واحد بحال الحبيبات ديالو. وهذا الشيح اللي كيجي على هذا يعني هادو وقيله شي 3 دراهم من الحاجه، يعني ماشي بزاف، حتى هكا كيجيو عاد كما شفتوا في الوصفه انهم مطحونين. كنتمنى انهم يكونوا بانوا لكم باش البنات يعرفوهم ملي يمشيو يشريوهم عند العطار. كنتمنى انهم يكونوا بانوا لكم، وكنتمنى ايضا بانهم تعرفوهم. يعني غنكتب لكم بالنسبه للاخوات اللي في الدول العربيه، غادي نكتب لكم المرادف لهاد الاعشاب باللغه اللي ان شاء الله تقدروا تلقاوها عند العطار. بالنسبه للوصفه بانها موحده للجسم، كتحيد لي التخاص ديال اللي كيكونوا وحتى الحبوب اللي كيكونوا موجودين عندنا في الجسم. على بركه الله غنبداو في تخليط الوصفه، يعني غنقوم بوضع القليل من دم الغزال او العكر الفاسي. هنايا عندي الصابون البلدي مع الصهد ومع الحراره راه داب، غادي نحاول نخلطو باش يطلق لي داك الحموريه في الصابون البلدي. من بعد غادي نزيد عليه هادوك المكونات، نخلطو مزيان حتى يتجانس هذاك الصابون مع العكر الفاسي. كنظن انه لا. غادي نوضع ملعقه صغيره من الحناء للجسم، ملعقه صغيره تكون عامره من الشيح، وملعقه صغيره من العرعر. البنات قبل يعني قبل ما تطحنوا الوصفات او الاعشاب ممكن تسخنوهم على الشمس، يعني توضعوهم في واحد البلاصه فيها الشمس واحد 10 دقائق، هكا كيتسهل الطحن ديالهم. غادي نقوم بخلط هاد المكونات كاملين. يعني انا ما عنديش الحامض البنات، ممكن اضافه الحامض، انا ما متوفرش عندي. يعني وصفه غزاله بالنسبه للعرائس اللي باغي الجسم ديالهم يتوحد اللون ديالو، ممكن حتى هما يستعملوها. غادي نوريكم حتى الطريقه ديال الاستعمال ديالها، خصكم تركزوا عليها باش تخرج لكم النتائج اللي غادي ترضيكم ان شاء الله. يعني نحاولوا نخلطوا مزيان حتى يتجانس، ما يبقاوش لنا داك الحبيبات ديال الاعشاب. ممكن الاحتفاظ بها الا ما درتوش فيها الحامض، ممكن تحتفظوا بها حتى المده ديال اسبوع. اما الا درتوا الحامض من الاحسن تستعملوا الكميه اللي غتستعملوها هي اللي وضعوا فيها الحامض. كتجي الوصفه على هذا الشكل هذا، يعني ضروري نحركوها مزيان باش ما يبقاوش هذاك الحبيبات. ايوا غندوزو للطريقه ديال استعمال الوصفه. غادي نوضع لكم على اليد ديالي، غادي نقوم باخذ قليل من الوصفه وغنوضعها على الجسم ديالي كامل على هاد الطريقه هذه. يعني وغادي نخليها حتى تنشف. يعني غادي نقوم بوضع الوصفه قبل من الحمام، يعني بواحد 10 دقائق او 15 دقيقه حتى تنشف. عاد غادي ندخل للحمام، ومن بعد ما غادي ندخل للحمام يعني مني تنشف ليا غادي ندخل للحمام، غنوضع القليل من الماء وغادي تكون ناشفه، وغادي نبقى ندير حركات دائريه للجسم ديالي كامل. يعني ما توضعوهاش على الوجه ديالكم، يعني من الرقبه حتى للرجلين، ممكن توضعوها حتى لتحت رجليكم، يعني باش ترطب لكم حتى الرجلين. هذه هي الوصفه، يعني سهله. او كاينه طريقه اخرى انا كنديرها، يعني من بعد ما كتنشف الوصفه كنقوم باخذ
قطعه من الحامض او القارص او الليمون، وكنقوم بوضع الحامض على هذا الشكل على هذه الطريقه هذه حتى كنحيد به الوصفه كامله للجسم ديالي. من بعد كنشطفها بالماء الدافئ، من بعد كندير الليفه المغربيه او الكيس، وغادي تشوفوا بان الوسخ ما غاديش يحبس، وغادي يخرج اللحمه ديالكم غتخرج بيضاء وموحده اللون. غير هي خصكم يعني في كل غسله او في كل استحمام يعني تعملوا هذه الوصفه هذه وتخليوها حتى تنشف. اللي يقدر يخليها حتى تنشف من الاحسن، اللي بغى يديرها قبل بواحد 10 دقائق ممكن. يعني لكم الاختيار، الحاجه اللي كتناسبكم وضعوها. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي فمرحبا بكم. ما تنساوش الضغط على زر الجرس هكا باش يوصلكم جميع الفيديوهات، وايضا الضغط على الزر المربع الاحمر اللي هو سبسكرايب او اشتراك، باش ان شاء الله تكونوا من العائله ديال هذه القناه. ومرحبا بكم ونهاركم مبروك.